بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله نقدم لكم طريقة عمل الستريبس والتومية. الفيديوهين دول اتطلبوا مني كتير. معانا إن شاء الله النهاردة 2 كيلو ونص صدور، هنقطعهم قطع بنفس الطريقة. القطعة تقريبا حوالي 30 جرام 35 جرام، متزيدش عن كده. قطعة طولية بنفس الطريقة. هنقطع الكمية كلها معانا ونرجع نوريها لحضرتكم. بعد ما قطعنا الكمية كلها، طبعا الصدور بتتغسل كويس وبتنزل في محلول النقع اللي انا عملته في الفيديو بتاع البروستد. محلول عبارة عن مية وملح وليمون وخل، بننقع فيهم الدجاج لمدة نص ساعة. بعدين بنطلعه نغسله ونصفيه من المية، وبعدين نبتدي نشتغل. طبعا دي البهارات بتاعته. البهارات عبارة عن بابريكا، شطة حسب الرغبة، توم باودر، هيل او حبهان، كزبرة، كمون، ملح صيني. طبعا كل ال انواع البهارات انا بكتبها بالتفصيل في صندوق الوصف. بنغسل الدجاج ونصفيه من المية، وبنكتفي بالمية اللي موجودة في الدجاج. بننزل على كل كيلو ب30 جرام من الخلطة اللي احنا سويناها، ونقلب بنفس الطريقة. تقليب مستمر حتى تتجانس البهارات مع الدجاج. بنفس الطريقة هنقلب الدجاج. ده الشكل النهائي ليها. طبعا دي انا حاطط عليها شطة، انا عاملها حار، يبقى ستريبس حار. قطعة 30 جرام او 35 جرام، ما بيزيدش عن كده. طبعا ده البريدنج اللي احنا هنقلي هنعمل فيه الكفر. طبعا دول 2 كيلو دقيق او طحين، بننزل عليهم ب60 جرام من الخلطة. وبننزل على كل كيلو دقيق 3 معالق نشا كبار ومعلقة بيكنج باودر. طبعا نزلنا على 2 كيلو 6 معالق نشا ومعلقتين بيكنج باودر، وهننزل عليهم بمعلقة سكر. طبعا السكر بيساعد في ثبات الطبقة الخارجية كريسبي في اللحم. هنحط عليهم يعني تقريبا معلقة ملح صغيرة. هنقلب الدقيق كويس مع البهارات، وكده يكون جاهز معانا للشغل. خلاص دخلنا الدجاج التلاجة ساعتين. هنبتدي ان احنا ندخله البريدنج عشان نقليه. طبعا معانا مية متلجة، مية مثلجة. لازم المية تكون باردة. هننزل في الدقيق بنفس الطريقة، وخلي بالك كويس من طريقة التقليب عشان دي من اسرار نجاح الستريبس. اتبع الطريقة بالخطوات بنفس الطريقة، هتاكل احلى ستريبس زي اللي بتاكله في احسن المطاعم. ده اول مرحلة للبريدنج. هنطلع الستريبس ننزله في المية بنفس الطريقة، ونرجع نرجعه البريدنج تاني. هننفضه من الدقيق بنفس الطريقة، ونرجع ننزل تاني في البريدنج. هنخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. وركز معايا في الخطوة الجاية في طريقة التقليب.
طبعا كل الخطوات اللي انا بعملها بتوصلك لستريبس ناجح. يعني ما تحاولش تغير اي حاجة من الطرق اللي انا ماشي بيها، اتبع الطريقة من الاول للاخر هتاكل احسن ستريبس. ده الفيديو ده اتطلب مني كتير يا جماعة، وانا عملته مخصوص عشان خاطر الناس اللي طلبته. وطريقة التومية موجودة معانا في الفيديو. خلاص كده قربنا نخلص الكمية خلاص. طبعا دي مش الكمية كلها، ده نص الكمية، في مرحلة تانية للقلي. ركز معايا في طريقة التقليب. اهم شيء الطريقة اللي انا شغال بيها ديت، هتقلب وهتدعك الدجاج بايديك بنفس الطريقة. طريقة الدعك دي هي اهم شيء اللي بتعمل طبقة القشور اللي انت بتشوفها في اي محل. وتقليب مستمر لمدة دقيقتين او 3 دقايق. يعني ما تقلبش تقلبتين وخلاص تكتفي بالتقلبتين، تقليب مستمر. دي النتيجة طبعا. هنطلع الدجاج من البريدنج، نفضه من الدقيق بنفس الطريقة. طبعا انا معايا الزيت شغال وجاهز للقلي. هخلص الكمية ديت واوريكم برضه هنزلها في الزيت ازاي. ده الزيت حامي معانا درجة حرارة 200. هننزل في الزيت بنفس الطريقة، هننزل قطعة قطعة، ما ننزلش الكمية كلها مع بعضها. يعني ما نجيبش الكمية نقوم نازلين بيها كلها في الزيت وهو حامي كده، القطع بتلزق في بعضها. لازم ننزل واحدة بواحدة عشان كل قطعة تاخد الصدمة ما تلزقش في التانية. بنفس الطريقة قطعة قطعة لحد ما نخلص الكمية كلها. هنبتدي نجهز التومية بقى لحد ما نخلص قلي، وبعدين نرجع نوريكم الستريبس. طبعا معانا للتومية 5 بياض بيض، معانا كوب زبادي او ربع، معانا 3 معالق نشا. هنحطهم على مية سخنة حوالي 150 جرام مية. هننزل عليهم ب3 معالق نشا ونقلبهم لحد ما يتماسكوا معانا. هنسيبهم يبردوا شوية وبعدين نبتدي نشتغل بيهم. معانا ملح، ليمون، معانا ملح، معانا نص فص ليمون، معانا معلقتين خل. هننزل بالثوم وبعدين ننزل ببياض البيض، وهننزل بملح الليمون، وهننزل بعصرة الليمون، نص الليمونة اللي معانا. وبعدين نضرب الخلاط، نشغل الخلاط عليهم. خلاص المكونات كده تجانست مع بعضها. هنبتدي ننزل بالنشا. طبعا دي بردت معانا وتماسكت، هنبتدي ننزل بيها. هنشغل الخلاط عليها، هتبتدي تتقل معانا في الخلاط. وخلي بالك لو كنت تدخل معلقة في الخلاط عشان ما تجيش في الريش بتاعة الخلاط. طبعا لو احتاجت مية نديها نسبة مية خفيفة. هنشغل الخلاط عليها كده خفت معانا. هنبتدي ننزل بالربع او الزبادي، هننزل بعلبة كاملة. وهنبتدي ننزل بالزيت بخيط رفيع كده بنفس الطريقة.
طبعا الكمية دي خدت معايا كوبايتين زيت بنفس الحجم، حوالي 300 جرام زيت. يعني الكوباية ده تخلص معايا، انا بزود كوباية تانية في كوباية تانية بس مش في الفيديو موجودة، انا زودت كوباية زيت تانية. خلاص خلصت كمية الزيت. كده السمك معانا كويس، خدت الزيت بتاعها كله مظبوط، والقوام بتاعها معانا 100%، قوام مظبوط 100%. طبعا دي هتخش التلاجة لسه التبريد، هترتاح ساعة هتطلع معاك قوام مظبوط مناسب، طعمه ممتاز طبعا هيعجبك جدا جدا. طبعا ده الستريبس بعد ما خلصنا قلي الكمية بياخد معانا في القلاية من 8 دقايق ل9 دقايق ويكون جاهز معانا للأكل. طبعا انتوا شايفين طبقة القشور عاملة ازاي، طبقة متماسكة في اللحم، طعم خطير جدا. صدقني احسن من اي محل، هتعمله في البيت احسن من اي محل. دي اجنحة طبعا كانت معانا بتاعت الدجاج، عملتها معاهم. طبقة القشور ممتازة. ودي التومية اللي احنا عملناها، وده الشكل النهائي ليها. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.